السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة أخبار المساء، وهذا أبرز عنوانها: زوجة مغربية ارتكبت أبشع جريمة. قبل الخوض في التفاصيل، لا تنسى الإعجاب بالفيديو ودعم القناة بالاشتراك ليصلكم الجديد. اهتزت مدينة المحمدية مساء اليوم على وقع جريمة بشعة، حيث أقدمت زوجة على تصفية زوجها البالغ من العمر 47 سنة. وفي تفاصيل الحادثة، فإن خلافا حادا نشب بين الزوجة والتي تعمل مدرسة وزوجها بسبب المال وإدمان الزوج للكحول، تطور إلى مشادات كلامية وتبادل للضرب، لتقوم الزوجة بإمساك سكين من الحجم الكبير وتوجيه طعنات قاتلة لزوجها أردته قتيلا على الفور. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان ورفقة عناصر من الوقاية المدنية والسلطة المحلية، حيث تمت معاينة الجثة ونقلها إلى مستودع الأموات بغرض التشريح، كما جرى توقيف الجانية ووضعها رهن تدابير الحراسة النظرية للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.